السلام عليكم. عليكم السلام. جبتينا شي وصفه اليوم؟ اليوم جبت لكم الوصفه ديال خاصه بالوجه. المهم اي حاجه كي تشوفوني عرفوا راه شي حاجه ديال التجميل اللي اختصاص اللي ديال التجميل، حيت انا هذا هي هوايتي زعما، حيت راه عندي شي حوايج ومهنتك في نفس الوقت. مهنتي. شنو الحلقه ديال اليوم؟ الحلقه ديال اليوم جبت ليهم السيدات شحال من وحده صراحه كتقول لي ليلى تحتاج لنا شي كريم نديروه يكون طبيعي الوجه، حيت كاينه اللي وجهها كيكون حساس كي كدير لي شي كريم وكا مرطب ولا هذا كديروا لوجهها كيزيد يخسر ليها يعني الحلقه ديال اليوم بديل الكريم اللي كيتباع صايبوا كيشريوه الناس. اييه تخدموا راسها في الدار. انت داك المره صوبتي لنا سيروم بديل اللي كيتباع. ان شاء الله اليوم الحلقه ديال الكريم الحلقه هو طبيعي بكاع المواد الطبيعيه. راه فين ما مشات هادشي غتلقاه، وديما ما كنكثرش عليهم المكونات باش تيجيهم هادشي ساهل، واي حاجه راه كاينه موجوده، راه يقدروا ياخذوا منها غير كميه قليله يصيبوا بها داكشي اللي غتكدو. المهم بالنسبه لهذا الكريم خاص الوجه، اليدين، الرجيلات، اي بلاصه بغاو يديروا ليه فيه. عندي هنايا زبده الشيا، ها هي زبده الشيا معروفه تكون هادي انا كنهضر على هادي حيت هذه هي اللي عزيزه عندي، وكتكون ريحتها شويه خفيفه قاصحه ولا خفيفه. ريحتها هي اللي كتكون زبده الشيا، هذا هي الاصل ديالها، حيت كاينين زبده الشيا اللي كيكون عندك الحق ريحتها مجهده. ريحتها بالنسبه للناس اللي داروها حيت كاينين زبده الشيا. انا كنهضر على هذه كاين زبده الشيا اللي كيكون فيها شي مثلا الريحه ديال شي فاكهه باش ينسوا ليها الريحه، من احسن لها اضافات. حيت الا قدرنا مثلا الا شرينا الزبده ديال الحانوت ماشي هي الزبده بلديه ديال يعطيها لك شي واحد عنده البقره، ايوا راه حتى هكاك الزبده الشيا. انا بغيت غير نوصل لكم ميساج بحال منها صافي وصلات. يعني الزبده اللي كنشريوها حنايا عند النساء اللي حنا كنثيقوا فيهم يعطيونا الزبده اصليه، ماشي هي اللي كتكون كتباع في المحلات. فرق اللون والريحه والمذاق. ايوا راه حتى هكا هاد الزبده الشيا واش هادي ديال مالي فيها رايه ديال مالي ديال سينيغال مالي ولا ما عرفتي كاع كتجي من افريقيا. الافريقيه دوك السميمرين مزوين. لا داك ما عرفتش حيت الا قلت لك هذا يقول الناس كنتنمر انا رايك صافي راه ذكرت لك الاسم هذا جاي من مالي عليها رايه بس ميمرين زوين. تنضحك والله لا عادي بالعكس راهم احسن منا. زدتك حلتي يا صاحبي. لا شوفي انت بالنسبه للفوائد الحوايج ديالهم ديما تتكون فيهم الريحه مجهده. عندك الزبده الشيا فيها واحد الريحه مجهده هائله ما مفهوماش، وثاني بودور الاكفي فيه واحد الريحه ثاني مجهده ما مفهوماش. ديما هاد سميتو ديالهم كتكون فيه باش تعرفي داكشي الاصلي. بالنسبه للفوائد ديال الشيا غطلع لهم الان باش يشوفوها. راه الفوائد ديال الشيا كتبيض اللون. بالنسبه الا كان عندك اللون سمر راه هذاك راه لونك اصلي، ولكن الا كان عندك اللون مثلا كنتي كتخرجي بزاف للشمس وجهك عنده تصبغات بغيتي تكوني تصبغات، ولا كنتي عندي في البحر وبقاو لك التصبغات، وكاينين شي سيدات كتلقاي عندها مسكينه التصبغات في عنقها في وجهها ولا تتبان ليها هنا مطراسي بالزيف هنايا كحل واللون راه بيض. فين كضرب الشمس تقدر تعالج لك، ولكن الا كان اللون ديالك سمر اصلا انت سمراء راه ما غتعالج لك، راه اللون ديالك اصلا اولا اللي بيضاء خلاص. المهم تنهضروا هنا اللي كتعاني من التصبغات. وعندي هنا الزيت الورد بلاتي. هنايا كاين بزاف الناس كيبغيو واحد الوصفات اللي كتندار يا في الركبه يا في هذا المفصل هذا ديال اي حيت ما كيكونوا بزاف تصبغات، ولكن اكثريه كتكون في الركبه، وهذا كيبغيو يفتحوا اللون. اللي اغلبيه كيصليو وكتكون عندهم هاد الوصفه هذه راه زوينه بالنسبه لذاك البلايص اللي بغاو يديروها خصوصا في الصيف. ايام الصيف اللي كيكون المهم التصبغات اللي مشهورين عند النساء هنا الركبه عنقها وتحت والخلاص الوجه الحساسه الوجه وجهها. المهم ديما السيده خصها تكون مهليه في راسها وتحارب صافي بحال سخن وتحارب على التصبغات فين ما كانوا عندها. عندي هنايا الزيت الورد كيف ما قلت لكم حتى هي راه الفوائد ديالها بحال يطلع اليوم الان باش يشوفوها بحال الزبده الشيا. الا مشيتي درتو عليها البحث غتلقايها نفس
نفس الفوائد. واحد الملاحظه، حنا كنهضروا على زيت الورد على انها الزيت الاصليه ديال الورد، ماشي اللي كتكون فيها بحال قلتي ديال الشركات كتكون دايرين فيها مواد عطريه زايدينها لذاك الزيت. راه هنا فين كاين الفرق. انا كننصح السيدات ديما اللي بغات تاخذ الزيت الورد، الزيت ديال الشعر، اي زيت، تمشي عند شي تعاونيه تكون عندهم ديك الماكينه باش كيعصروا الزيت، تعصر لها داك الشيء قدام عينيها. شتي تمشي تشري كيلو ديال الورد وقول ليه يعصرها لك، حسن لك ما تشريها من عنده بالثمن غالي وهي اصلا ماشي زيت الورد، اصلا غتكون غير من مسمه بشي ربما تسبب لها حساسيه او توقع شي مشاكل. فزيت الزيت الاصليه اللي كنهضروا عليها حنايا راه كتكون مزيانه اصلا الناس اللي عندهم وجههم حساس. المهم انا ديما هادي راه مشيت للتعاونيه حتى عصروها ليا وجبتها. معلوماتي انا عليها انه فعلا كتفتح اللون ديال البشره وكتوحد اللون وكترطب. وشنو اخر عاوتاني كنت قريت عليها انها مزيانه للبشره الحساسه. راه الا غير الزيت الورد بوحدها الا درتيها لوجهك ولا راه سبحان الله العظيم واحد اللمعه كتعطيك الزوينه بحال ديك اللمعه اللي كتكون في الالماس. وهذيك ريحه زوينه بعدا تغطي شي شويه على الزبده ديال الشيا. ما نجهدش بزاف، الريحه طبيعيه كيشمي، ريحتها كتغطي شويه على داك زبده الشيا. شتيها ريحه الورد بحال هذاك اللي كنقطروا نيت، حيت حنا كنقطروه ما بالحق كنديروه في الكوكوت وكنقطراو. ورينا من السيدات الحلقات ديال تقطير الورد، دابا طلع عندهم الفيديو باش يشوفوه. خلاص شنو باقي عندي هنايا وصفه هذه النشا ميزينه. هي غادي يطلع لهم الفوائد ديالها. خلاص هذيك راه نشا معروفه كيعرفوها السيدات انها راه كتبيض الوجه وكتوحد اللون، كذلك حتى هي كترطب وكيستعملوها الناس مع الياغورت ومع الزبده الطبيعيه وكيديروها ماسك للوجه. هذيك راه ما نحتاجوش نهضروا عليها. وبالنسبه للسيدات اللي باغيين يديروا النشا يديروها اللي باغيين، حيت كاينين واحد شي سيدات ثاني كيديروا داك الدقيق ديال القمح كتاخذوه من عندها تفضلوا. بحال دابا كاين بحالي انا دابا كاينه واحد خالتي ما تحطش في وجهها وما حطتش غير داك الدقيق ديال هذا باش كتعجب ديال الزرع ماشي الشعير. لا ديال الزرع، حيت الشعير فزوين حتى هو عنده فوائد. لا هي تدير ديال الشعير ماشي مشريه من الحانوت، هي كتمشي طحنو من الطاحونه كتكيلو بحال ماما كتكيل بحال الحاجه وتاخذ هذا كتعمر واحد القريعه خاصه بالتجميل. كتقول لك انا كيعجبني هذا الدقيق ديال الزرع كيعجبها لهذا البشره داك هو. وحتى الحمص ملي كيطحنوه كيغبر حتى هو مزيان للوجه. المهم حنا باش ما حيت تبارك الله داك الشيء كثير حنا نبقاو في الوصفه ديالنا هي محدوده فيها ثلاثه المكونات عندهم سميتو عندهم رابط مشترك نفس الحاجه نفس الحاجه كيصلحوا الحاجه وحده ايوا المهم انا غنوريكم الطريقه كيفاش تعملوا. راه ساهل، راه حتى شي حاجه ما صعيبه، كلشي ساهل. وحاجه اخرى باش الزبون ما كيخسرش تحطوا السيده وكتديروا ديما ما يخسرش ولو يبرك عندها حتى عام ما غاديش يخسر. هذا بقى داير بحال السمن. انا راه كناخذها اغلبيه من عند العطار. شحال الثمن ديالها اللي بغى يعرف؟ 20 درهم. 20 درهم الا كاع زاد شي نقولوا كاع الاثمنه ماشي بحال تقدر مثلا بحال الناس ديال طنجه بحال الناس ديال الشمال وهذا تقدر تزاد لهم ديك 5 دراهم 25 درهم. هذا هو الثمن ديالها. خديتي ب 20 درهم انا باش خديته. فهمتي شحال فيها العبار تماك؟ العبار فيها 200 غرام. 200 راه فيها 200 غرام. احنا بطبيعه الحال نستعملوا قليله كميه صغيره. لا غنستعملوها كامله. نستعمليها كامله. نديرها كامله. هما ما يحتاجوش يديروها كامله. الا ما بغاوش يديروها كامله ما يديروهاش كامله، ولكن هو مصايب يصايبها وحطها راه يلقاها عنده حتى العام الجاي يلقاه هو باقا عنده راه مزيانه. انا اصلا غادي نستعملها كامله حيت غنستعملها لراسي، حيت انا اصلا سالات ليا. انا اصلا هي باش كنرطب بها يديا ملي كنسالات الشقه ووجهي وكا بالليل ورجيلاتي رجيلاتي كندير عليهم وكنلبس عليهم الطقاش، عرفتي كتخليهم كيشعلوا. اللي بغات انا نكمل معكم وحنا كنخدموا وحنا خدامين غنهضروا نطولوا على السيدات. مثلا شي وحده كاع بغات رجيلاتها تدخل مع شي لون مثلا بحال اللون ديال هذا اللون ديال الغوز دير معاه داك العكر الفاسي ولا دير معاه الكركدي ولا واحد الحاجه نسولك عليها. واش اللي ما عندوش زيت الورد
يدير الزيت لا واش يطحن الورد ويديروا غبره بودر بحال كيما درتي انت في التبريمه. يديروا، ولكن من احسن الا كانت الزيت حسن. الا ما عندوش، انا قلت اللي ما متوفرش عنده الزيت، الا ما عندوش الزيت الورد يدير الزيت جوز الهند، حتى هي راه مزيانه للبشره. عرفتها. ولا يدير الزيت ارغان، المهم ولا الزيت الزلحلو، هادو كاملين مزيانين للبشره. المهم انا بالنسبه لي كنقلب ديما على الوصفات اللي غادي يجيو ساهلين. شفتك في الفيديو ديال التبريمه طحنتي الورد درتي عطا واحد الريحه زوينه، عطا واحد الريحه مزيانه. يطحن غير يطحنوا مزيان، غير هو ما كيجيش رطب حيت حنا غادي نديرو كريم. هذا هو لا بالعكس غيجي رطب ما غيبانش كاع. لا طحنتي الورد ماشي بحال درتي الزيت. الزيت كيكون ماشي بحال. انا دابا هاني قطعتها غادي نديرها في حمام مريم وغادي نخليها تذوب وعاد ندير عليها المكونات الاخرين. هاني درنا الماء من قبل. درنا الماء من قبل، ها هو غادي نخليها حتى تذوب. هذاك تشالي صافي داب. ها هو داب، راه دغيا كتذوب، راه ما كتكمل حتى 5 دقائق بحال الزبده عاديه وصافي. حنا دابا ملي دابت غنخويها هنا باش نطلعها كريمه. بسم الله. انت كتفرقع علينا هذه. غادي نخوي الزيت ديال الورد، حيت انا درت الكميه كثيره كامله. غنخوي هذه كامله. انا غنحسب معكم باش ما تقولوش ليا ما عطيتينيش المقادير بالضبط. اييه قلنا 200 غرام ديال زبده الشيا، ها معلقه وحده، ها جوج، ها 3، ها 4. قولي 4 المعالق اللي درت ديال الزيت الورد. وعاد غادي نخوي الزبده، غادي نخوي النشا. قلت لكم الزبده هذيك فيها تقريبا معلقه عامره وصافي. معلقه هي هذيك معلقه عامره. معلقه ديال الزبده ديال النشا. قلت لك الزبده. دابا غادي نبدا نخلط بهذا. عندك كيطير عليك، يا ما يكون عندك هذا يا ما ميكسور. المهم من احسن انا كنفضل هذا. غنبقى ندير ليها بحال من هكا، نبقى عليها هكا حتى تطلع بحال الكريمه ديال الحلوه. شتي هو راه قرب يطلع، هو بدا يطلع. شتي راه الفرق ما بين قبيله ودابا راه كاين الفرق ياك. بقاو واحد شي شويه ويطلع مازال خاصو شويه الخدمه. شتي دابا الكريم ديالنا كيجا كريم. خاصو غير شي جينواز من داك الشرفي. نيفيا ولا ماشي نيفيا؟ نيفيا طبيعيه. ما نجيبوش ماشي مسكوته نزوقوا بها. لا كريم موجود. هذا كريم ديال الوجه. كصلاح يتكال وقيله. لا راه نوريك ديال التجاهل ماشي ديال هذا توحيد اللون والتقشير. خليتيه هنايا درتي لي في يدي انا عاطي روايح. قلتيها شتي كيخلي لي يدي. ايوا شوفي دابا ما بين هنا وهنا يلا كاين بالنسبه للناس اللي عندهم يديهم مقشرين. دابا في اللمعان، ولكن بالنسبه للتبيض ما يبانش دابا. التبيض ما يبانش دابا بالنسبه للمعان ها هو عاطير بحال الكريم عادي بحال نيفيا. زوين تبارك الله عليك. ديك جا الحاجه والله الا حتى الضراب ديالك انا طلعوا زوين. انا ديالي عطيتو لهذاك السيد اللي استفتي لي. السيد مول الماكينه. ملي جا عندي صوب لي الماكينه ديال التصبين اللي فنه. والله شكون هذا السيد؟ واحد السيد انا غادي نقول نحطو. واش كتصوري؟ كنصور. ولكن بلاتي كاش واحد صوب لك الماكينه خاسره. خاسره ليها ماكينه الصابون. حتى هذا عطيتو لي صوبولي. واحد الدري مسكين كيجي عندك الدار وصايبها لك في الدار. والله الا صوبها في النهار ديالها الصباح ردها في العشيه.
دابا جا شافها قال لي خالتي راه فيها شي سركويل داخل، خصني نمشي ضروري نمشي نديها نكويها. داها في نهارها وجابها. هو صراحه باش زوين باش كيعجبني كيجي عندك الطلطه تيجي عندك وعطيونا الرقم ديالو نشاركوا به السيدات. ما كتحتاجيش تمشي اللي تدي ساكنين الماكينه معانا. حتى لعندو. لا هو كيجي عندك الطلطه ويقاد لك الامور ماكينه هذه الثلاجه. الا عندك شي حاجه غيديها كيديها يصوبها للدار. دابا الا ما عندك الا كانت غتصايب غير في الدار كتصايب في الدار صراحه زوين. لا هذاك الشيء علاش صيفطوا لي سميتو ايوب وتصاب هو مسكين غير جا عندي تصاوب كيعرفني من زمان. قال لي راه جيت عندك كنت صغير كنت يلاه كندير ستاج مع واحد السيد. قال لي هذاك السيد راه توفى دابا. انا قال لي دابا اللي كنصوب قال لي كنصوب كاع جميع الحوايج هكا اللي كانوا خاسرين الماكينه. ايوا صافي تعطيني الرقم ديالو نطلعوا للسيدات خصوصا اللي في المحمديه اللي في كازا حتى في الرباط حتى في الرباط اللي قرابين الناس اللي قرابين صراحه زوين. غير تعيطي له يجي دابا هو يجي عندك طلطه. دابا انت كتعرفي قلتي جارك ليلى اي حاجه خسرت لي صراحه كيجي صايب عليك. هو باش زوين كيجي عندك طلطه والناس والاخرين ما كيبغيوش يجيو كيقول لك جيب ليا. وكاينه بحال دابا الحاجه مسكينه ما تقدرش تهز الماكينه تهبطها للدرج ولا تقلب على شي واحد اللي يجي ماشي بحال هو كيجي مسكين يقد. ايوا صافي المهم الاستنفاع ديال الناس بعدا نخليو لهم رقم اللي بغاو شي حاجه واخا هذا ما عندوش علاقه بالموضوع ديالنا حنايا ولكن جبدات كيجبدوا زعما هذا الخير زعما الا كان شي واحد عنده شي حاجه غيصوبها هذاك الشيء اللي كان ولا شي شويشوار شي يبدي كلشي. لا بعض المرات كيسولوني السيدات ولكن للاسف انا كما قالت لك ليلى الا ما كان ديتي له شتا لعندو راه ما لا هذا مسكين طلع يجي عندك ديك الساعه باغي يدير لك ريان ظريف زوين وكيتصوب حتى في الثمن. ايوا صافي دابا حتى المرا ديالو باش اللي في محمد يعيطوا له ولا صافي. دابا انا غنطلع للسيدات تعطيها لي نطلع للسيدات واللي بغى شي حاجه ثقه كارانتي هذا واخا على ضمان يقدر يجي عندك على ضمان صافي. الا كانت شي حاجه دابا نعيط ليه على ضمان عندك طلطه راه شي علاش زوين هو صافي. الا كانت شي حاجه نعيط له ما عرفتش حتى ملي شافني مسكين هو عقل عليك ملي كان صغير هو كان زعما ملي كان صغير على ضمانت ليلى حيت جارها وانت لا اللي جبتي الموضوع. لا ما هضر ولا كاع تعطيه فلوس يمشي يصوب لك الحاجه حتى كنساليو. ايوا صافي الله يسهل للجميع. نكملوا الوصفه ديالنا صافي وجد. تبارك الله. دابا شنو الخطوه دابا بقاتنا دابا غير تقولي لنا الطريقه ديال الاستعمال والمده وشحال واخا حنا هضرنا في الاول كلشي صافي تحيديه ونرجعي. تبارك الله عليك ليلى. الله يبارك فيك الله يحفظك. ان شاء الله اللي بغى يشوف مزيد من الوصفات يدخل على قناتك ليلى كوبوت اللي ما كنشرها لهم. هذه هي الصوره ديالها باش ما تخلط لهمش واخا ما كاينش شي كوبوت من غيرك ويدخلوا ان شاء الله ونخليو ان شاء الله رابط في صندوق الوصف يدخلوا باش يشوفوا المزيد من الوصفات. حنا ما غاديش نقدموا لهم كل شيء ولكن تبارك الله راه غادي ان شاء الله باذن الله تلبي لهم الطلبات ديالهم ان شاء الله. مرحبا ان شاء الله. الوصفه ديالنا ها هي الكريم ديال النشا والزيت ديال الورد والزبده الشيه. هذه زوين وطريقه ديال الاستعمال ديالو سهله. طريقه الاستعمال ديالو راه كيبقى بحال من هكا ما كيقصح ما والو كيبقى بحال الكريم عادي. انا غادي ندعم به اليديه وحتى الوجه راه كنستعملوا الوجه هنا كنستعمل. الملاحظه الوحيده اللي انا عندي عليه هو ريحته مجهده ريحته شي مجهده. بالنسبه للناس كاين اللي ما يلقاها عادي. بالنسبه لي انا جاتني شويه مجهده ولكن كتمشي باش زوينه وانه ما كتبقاش مجهده ديما كتبقى غدا وكتنقص. الانسان الا ما ولفهاش بزاف وراه زبده الشي راه والورد معروفه على الشعر زوينه معروفه على الترطيب البشره مزيانه وتوحيد اللون. المهم زوينه وطبيعيه وكنعرفوا راسنا شنو صايبنا وسهل. تعاود طلع لهم تعاود طلع لهم معلومات على داك المكونات كلهم اللي حنا درنا والفوائد ديالهم واكيد ممكن يقلبوا هما باش يعرفوا المزيد. الحاجه الوحيده اللي ساعدت انه الريحه شويه نقصت هي الورد. هذاك الورد زوين واللي عنده مثلا زويه تيزيدهم كنطربوه بالطراب راه بحال داك المفعول ديالو كيمشي ديك الريحه كتمشي. هذا صافي هو الملاحظه ولكن من غير هذا الشيء وانه رطبها ليا اللي درتها طبعا زوين بالاخص الوجه وبالاخص
يديك رجليك زوينه، او حتى الشعر راه مزيانه، حتى الشعر الزبده الشيا. انا ما تنهضرش على هذا الماسك هذا، كنهضر على الزبده الشيا راه مزيانه بالنسبه للسيدات اللي باغيين يديروا بها نسوان شعرهم. الناس اللي عندهم خصوصا الشعر ناشف، ناشف، ماشي اللي عندهم دابا دهن. نحط لكم ان شاء الله باش ما تلفوش، نحط لكم شي فيديو الزبده الشيا وخاصه بالشعر ان شاء الله، باذن ترطيب الشعر ترطيب الشعر ان شاء الله. واخا صافي ان شاء الله يشوفوا إن شاء المزيد. الله. قلنا قناه ليلى كوبوت، ليلى نعاود كوبوت. ناكد عليهم اسمها ليلى كوبوت، وانت اكيد معنا دابا نقدموا له مزيد من الوصفات. تبارك إن الله شاء عليك الله ليلى، بإذن فرصه الله. اخرى ان شاء الله، والله يعاونك. الله يعاون. السلام عليكم. وصلنا لنهاية الحلقة، كنتمنى تكون نالت إعجابكم. ما تنساوش تشاركونا بصور تطبيقاتكم على المواقع الرسمية للقناة، وكذلك مشاركة المحتوى مع الأصدقاء، والاشتراك بالنسبة للزوار الجدد، والضغط على الجرس لتتواصلون بكل ما هو جديد على قناة سيدة الدار. وإلى اللقاء.